السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا بينا نبدأ. خلاص بقى رجعنا ليومنا العادي، ورجعنا لغدانا العادي، ورجعنا للدروس والكليات والمدارس والله المستعان. بصوا يا حبايبي، النهارده هنعمل أكلة في حلة واحدة وسريعة، وهتطلع حلوة إن شاء الله وتعجبكم. وبعدين زمان كنت باستصعبها أوي بقى لمّا كنت أعرف إن أنا هاعمل النهارده قلقاس، كنت بانعى الهَم بقى وحاجة، لكن دلوقتي خلاص أخدت عليها. الواحد لمّا مع الوقت بالتكرار يعني بتعملي الحاجة كويسة، خلاص بقى بقيتِ تعرفي بعينِك كده الأكل هيبقى مضبوط والّا مش مضبوط. والحاجة بقت سهلة، يعني الأول كنا كل حاجة ننعى هَمّها، المحشي لا محشي لأ ده اليوم هيبقى صعب وطويل، دلوقتي لأ ما فيش الكلام ده، أو قلقاس يعني أو الأكلات الصعبة، بقت كل حاجة سهلة يعني الحمد لله. بس يا حبايبي حطينا معلقة سمنة وحبة زيت، ونزلنا عليها باللحمة وهنشوّح في اللحمة دي، وجينا على النار الناحية التانية حطينا البدنجان وحطينا ملح، خل، كمون في مَيّة السلق يعني. وسيبناه يتسلق مع نفسه كده، وهنرجع تاني للقلقاس. بُصّوا بقى القلقاس ده حطينا شوية مَيّة سخنين وشوية ملح كده حلوين كتار كده، وسيبناها شوية نزّل الزملقة بتاعته دي وشطفناه حلو شطفة جامدة، وبعد كده حطينا شوية مَيّة ساقعين وحطينا ليمونة كاملة عليه، بقيت أشطفه بقى كتير لغاية بُصّوا منظره عامل إزاي، وبُصّوا لون المَيّة عاملة إزاي، بقى قشطة فُلّة شمعة منوّرة. أمّا بقى اللي تقول لِك لأ أنا مش باغسله، لأ إحنا عايزين الفايدة، لأ أنا بامسحه بالفوطة، لأ الكلام ده لا يمكن. لا يمكن نعمله كده، يعني إحنا لازم يتغسل كده كويس أوي، أنا مش عايزة الفايدة بتاعته، المهم يبقى مغسول حلو ويبقى نضيف وتبقى شوربته خفيفة القلقاس لمّا يبقى مش مغسول حلو، بصرف النظر بقى إن هو على الزملقة اللي بتبقى في الأكل لأ، بيبقى كمان لون الشوربة بتاعته بيضا أوي، وبتبقى تقيلة، لكن طالما القلقاس مغسول حلو شوربته بتبقى خفيفة، لونه حلو، وبيبقى طعمه تحفة بصراحة. لكن موضوع بقى قلة الغسيل دي لا، لأ، أنا ما أعرفهاش بقى، يعني أو ما أعملهاش زي ما شُفتوا كده، بننقعه بشوية مَيّة سخنين وشوية ملح، ونرجع تاني شوية مَيّة ساقعين والليمونة، بيبقى قشطة فُلّة شمعة منوّرة زي ما قُلت لِك، وبيبقى زي الفل. تمام كده، شوّحنا لحمتنا، نزلنا عليها بمَيّة سخنة طبعًا مش هينفع مَيّة ساقعة، وحطينا في الشوربة إيه بقى، مش أي بهارات بتيجي مع القلقاس، حطينا في الشوربة الملح، شوية كزبرة ناشفين، شوية شطة حُمر وشوية فلفل أسود، بس ما حطيتش أي حاجة تاني في الشوربة خلاص. تمام، تمام. نيجي بقى للطبق ده، الطبق ده فيه السلق وفيه حزمة كزبرة خضرا وفيه شوية توم زي ما أنتم شُفتوا كده، حطيناهم في الخلاط وحطينا عليهم معلقتين شوربة كبار كده، وهنروح نضربهم في الخلاط بقى عشان أقول لكم إن هي يعني حلة واحدة وخلاص على كده. لحمتنا دخلت في السِوَى، هنضرب الخضرة دي في الخلاط وآجي أوريكم هنعمل فيها إيه. حمّرنا شوية شعرية وحطينا شوية الرز الأبيض دول، هنعمل شعرية بالرز تحفة، أو رز بالشعرية يعني. بس يا حبايبي، وقلّبناهم بقى كويس كده وهنسيب الرز ده مع نَفْسه يستوي، وهنرجع للقلقاس بتاعنا. خلاص طبعًا حطينا ملحنا وحطينا حاجتنا وضبطنا الرز بتاعنا، وهنحط المَيّة بتاعتنا طالما برضه ادّيناه الخطوة بتاعة التشويحة دي، الرز لازم برضه يتحط له مَيّة سخنة، ما ينفعش تحط له مَيّة ساقعة، بيبقى أطعم يعني هو مش بيتعمل له حاجة، بس بيبقى طعمه أحلى يعني. حطينا الرز بتاعنا وشُفنا المعيار بتاعنا وكُلّه تمام وغطّينا الرز بتاعنا ووطّينا عليه وسيبناه، رجعنا هنا بقى للقلقاس، حطينا القلقاس على الشوربة واللحمة، وزي ما أنتم شايفين كده والله العظيم القلقاس زي الفل، وطعمه تحفة وسهل والموضوع كُلّه يعني ما فيش نُص ساعة. وخلاص كده هنسيب اللحمة والقلقاس مع بعض يعني دقيقة واحدة يغلوا مع بعض، وبعد كده هننزل بالخضرة زي ما أنتم شايفين كده، ضربتها في الخلاط ولا سلقتها ولا عملت أي حاجة، حطيت معلقتين الشوربة زي ما أنتم شُفتوا سخنين كده على الخضرة، وضربتها في الخلاط. أهو نزّلناها كويس بُصّوا، أنا بقى عايزة شوية الفاضلين دول في المصفى دول مش هارميهم أنا عايزاهم. خلاص سيبناهم بقى يغلي مع بعض كده لغاية لمّا يستوي، وحطينا شوية زيت، خلاص أنا مش عايزة سمنة تاني بقى، حطينا سمنة في الأول مع اللحمة، شوية زيت بس، وهنشوّح الخضرة دي اللي طلعت من السلق والكزبرة والتوم اللي إحنا مصفيينها زي ما أنتم شايفين كده، هنشوّحها كويس بقى بُصّوا، لغاية لمّا لونها يبقى كده، ولا أغمق من كده ولا أفتح من كده، شوية الكزبرة الناشفين برضه عليهم.
اهو كده، وهنفضيهم على القلقاس. مهم. والله العظيم تحفة. خلاص كده. بصوا. خلاص تمام كده. هنوطي عليه بقى ونغطيه نسيبه يغلي له شوية كمان. طبعا دقت ملح وشفت هو ناقصه ايه وحطيت له كل اللي ناقصه. بصوا لونه وطعمه تحفة، زبدة زبدة واللحمة مستوية وخطير. خلاص انا كده خلصت. زي ما قلت لكم ما خدش وقت، ملحت البدنجان والرز خلاص استوى وبنغرف اهو. حطينا بقى شوية ليمون مملح وشوية البدنجان اللي احنا ملحناهم مع بعض بيبقوا تحفة. وادي القلقاس والرز. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش يا حبايبي في الاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.